بين الحقيقة والخيال، دمية مستنسخة بملامح بشرية وصفات طفل صغير قد تسرق قلوب ملاكها من الأطفال. اللعبة الجينية جينبتس التي ظهرت مؤخرا في كندا، والتي يدخل في تكوينها حمض نووي يجمع بين جينات حيوانية وربما بشرية، يجعل منها طفرة علمية مخيفة في مجال الهندسة الوراثية. شعور الأبوة والمسؤولية يود أن يعيشه الأطفال مبكرا. من هنا تأتي رغبة الأطفال في اقتناء مثل هذه الدمى، إذ تتصف لعبة جينبتس بأنها تموت وتنبت لها أسنان وتتنفس كالكائن الحي، ويبلغ سعرها $800، وقد تعيش لمدة 3 سنوات برعاية الطفل، وتموت في حال الإهمال والمعاملة السيئة مثل أي كائن حي، مما قد يؤثر في نفسية الطفل وشعوره بالفقدان. يتماشى هذا المشروع المستنسخ من وجهة نظر صناعه مع التكنولوجيا العصرية، فيما تضاربت الفتاوى في جوازه شرعا، نظرا لأنه كائن مستنسخ من البشر تداخلت فيه علوم الهندسة الوراثية والجينات.